تختم عطلة الصيف وعقبها عطلة عيد الفطر، وبعدها إن شاء الله موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك. لدينا تعليمات وتوجيهات من قبل القيادة لدينا، وعلى رأسهم سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبإشراف مباشر من سعادة سيدي الفريق سليمان الفهد بتنفيذ هذه الخطة وتقديم كافة التسهيلات للركاب المغادرين والقادمين من السفر بما لا يتعارض مع الإجراءات الأمنية المعمول فيها مطار الكويت الدولي. شعرت في آخر شهر رمضان خاصة وفي عيد الفطر السعيد صورة مغايرة عن ما سبق من ازدحام في مطار. نعم إن شاء الله تم استحداث بوابات جديدة لدخول الركاب قبل وصولهم إلى أجهزة التفتيش الأمني وإكمال إجراءات إنهاء إجراءات السفر بالدخول إلى صالات الترانزيت، وإن شاء الله راح تلاحظون هذا الشيء إن شاء الله يشرف دولتنا الحبيبة إن شاء الله ويقدم كافة التسهيلات للركاب. أيضا تزايد في عدد رجال الأمن في مطار الكويت. نعم تم تكثيف القوة من قبل الوزارة للتعامل مع من مطار الكويت الدولي إبراهيم السرحان، شكرا جزيلا لك.